من التحرريات الثقافيات، الناشطات والنسويات من مختلف الشرائح ومن المنظمات. احنا هنا اثبتنا وجودنا وباسم خيمة المرأة والطفل بانه النساء لهن حقوق ولهن مطالب، واحنا حقوقنا ومطالبنا دستورية واعتصامنا هو سلمي وتظاهراتنا سلمية، ما بيها اي نوع من الطائفية وما بيها اي مساس باي حكومة او منظمة، او احنا مجرد نساء من الطبقة المهمشة اللي الحكومة ما ابدت بها اي اهتمام، لانه المرأة مثل ما تعرف بصورة عامة عانت ما عانت، فقدت الاخ وفقدت الزوج وفقدت الابن، فهي من هذا المنطلق وتضامنا مع جميع اخوتنا المعتصمين والمتظاهرين في ساحات العز والكرم وفي ساحة الحق ميدان الحق نطالب بحقوقنا المسلوبة، ووجودنا هنا منذ أول يوم للاعتصام ولحد الآن، ومثل ما تلاحظ أنت أثبتنا وجودنا وافتتحنا خيمة المرأة والطفل حتى نحصل على حقوقنا المسلوبة لكل النساء وكل الأطفال المهمشين. اليوم الحكومة العراقية تماطل في الطلبات في طلبات المعتصمين، ما ردكم عليهم؟ احنا متواجدين لحد الآن، والحكومة لابد أن تستجيب في يوم من الأيام لمطالبنا، لأن الجماهير وصلت الآن تقريبا 9 ملايين متظاهر ومعتصم على جميع الساحات وعلى جميع الميادين، فإحنا من هذا المنطلق لازلنا معتصمين ولازلنا متمسكين بمبادئنا ومتواصلين لحد ما تتحقق المطالب. الشباب الآن حاليا يريدون أن يتوجهون إلى بغداد، هل إذا فعل ذلك الشباب ستتوجهون معهم إلى بغداد؟ بالتأكيد طالما إحنا أصحاب حق.